حبايبي ام اسلام، لو بتحبي الفول البيتي يبقى الفول ده ليكي. بس قبل ما نبدأ، يا رب اللي اشترك في قناتي ربنا يحقق لها كل احلامها وزور حبيبها النبي. هنقول بسم الله ونجيب الفول البلدي ونجيب القدرة بتاعتنا ونفضي الفول اقل من النص القدرة عشان يستوي براحته كده، ويبقى يعني مستوي مش مكتوم كده، لا اهو فضينا اهو. وبعد كده هنجيب القدرة بتاعتنا نملاها مية وننقع الفول 4 ساعات، لان لازم الفول يتنقع 4 ساعات عشان يبقى قشرته حلوة وخفيفة كده. لو زودتي على 4 ساعات تبقى القشرة بتاعته جامدة كده مش حلوة. فبغسله الاول، وطبعا ده فول بيتي يعني حاجة نظيفة، حاجة معمولة في البيت منقياها وغسلها كويس قوي. بره بقى بيملوه كده وخلاص، ما بينقعوش ويعملوا زينا كده عشان بيبقوا مستعجلين. اغطيها بقى واسيبها 4 ساعات. بعد 4 ساعات بصفيها، بجيبها زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا جميلة ازاي وبيضت وحلوت وفتحت، لان طبعا نزلت كل حاجة يعني مش كويسة فيها، التراب والعفرة والكلام ده كله. هنقول بسم الله بقى ونجيب ليمونية صحيحة وجزراية وطماطمية ومعلقة شاي كركم ومعلقة شاي بيكنج باودر. ماشي. هنجيب بقى الفول بتاعنا نفضيه في القدرة. بس الاول هنضرب الجزرايه والطماطميه في الكبه. عايزه تبشريهم وبشريهم، بس انا بقى قلت لا، هضربهم في الكبه اسرع يعني بدل ما لسه هبشر. فقطعتها ورحت بشرها في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بشرتها كويس كويس قوي يعني في الكبه نعمتها. بعد ما نعمت جبت بقى القدره بتاعتنا هفضي الفول. فضي الفول الاول، بوريكم القدرة ان هي فاضية يعني لسه هحط الحاجة. اهو فضي الفول اهو فضيه بس بالراحة كده بس عشان ما يقعش اهو. بعد ما فضيت الفول بتاعنا اهو، الفول بتاعنا مش بتاع الجيران اهو. على فكرة الفول ده بقى لما يستوي لو عملتيه بمعلقة زبدة كده وشوية ملح وكمون بيبقى جميل قوي، او عملتيه ببصل وطماطم بيبقى جميل برضه، او توم وطماطم بيبقى حلو قوي. شكلي كده فيه، احنا كنا بنحبه قوي. هتحطي بقى البصلاء الطماطمية والجزراية اللي احنا ضربناهم في الكبة، هنحطهم في القدرة. بعد ما حطيناهم في القدرة بقى هنزودها مية عادية جدا من الفلتر. بعد ما نحط كل المكونات ودي الكركم والبيكنج